مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل فعلا. النادي الاهلي خلص كل حاجة، وفعلا الخطيب ناوي يولع الدنيا في مصر، وناوي ان هو ما يسيبش نادي الزمالك في حاله ولا ابناء نادي الزمالك يسيبهم في حاله. الصفقة اللي هتدمر الدنيا في مصر وفعلا الخطيب ولعها، الاناكوندا على اعتاب النادي الاهلي. وبجد بجد الاناكوندا خلاص شكله كده هيلبس قميص النادي الاهلي وهيلبس الفانلة الحمراء. مصطفى محمد شكله هيبقى اهلاوي لان وكيل اعماله بقاله 4 ايام في مصر. وهو في مصر بيعمل ايه؟ هو حاليا في القاهره بقاله 4 ايام، لان وكيل اعمال مصطفى محمد ما بيجيش مصر خالص لان لعيبته كلها محترفه بره، فهو ما عندوش لعيبه داخل مصر. عشان كده هو جاي مخصوص عشان يخلص موضوع مصطفى محمد مع النادي الاهلي اللي وصل لاكبر مبلغ هياخده مصطفى محمد. هياخد 2 مليون دولار في الموسم الواحد لمصطفى محمد بس. ده غير كمان ان النادي هياخد 10 مليون دولار، والخطيب مش فارقه معاه لان اسامه ابو علي ماشي من النادي الاهلي ولازم يجيب له بديل. ومفيش بديل في مصر ولا بره مصر يسد مكان اسامه ابو علي غير مصطفى محمد، لان مصطفى محمد كلنا عارفينه هو ابن من ابناء نادي الزمالك. لكن ما تقوليش بقى اصل هو قال قبل كده انا من صغري زملكاوي، ولما هنفتكر كلمه من صغري نفتكر مين؟ نفتكر امام عاشور ونفتكر زيزو ونفتكر لعيبه كتير قوي قالت لك انا عمري ما العب في الاهلي، انا زملكاوي ومن صغري زملكاوي. عمره ما يقول من صغري، لا يقول من صغري. كل اللي يقول من صغري تعرف ان هو كده بكده هيلبس الفانلة الحمراء. وعلشان كده النادي الفرنسي اعلن خلاص ان مصطفى محمد على اعتاب مصر. نزل على الصفحه الرسميه بتاعته اللي انتوا هتشوفوه ده ان هو فعلا خلاص على اعتاب مصر. هيروح فين في مصر؟ هيروح النادي الاهلي. وكمان بيراميدز يسكت؟ لا، دخل في الموضوع وعمالين يعلوا على بعض الاسعار ويعلوا على بعض الفلوس، وكمان النادي الفرنسي هو المستفاد وهيقعد يعلي في الفلوس. ده غير مصطفى محمد كمان بيعلى الراتب بتاعه السنوي. وعاوزين نقول كمان ان النادي الزمالك عمره ما هيخش في الصفقه، لان النادي الزمالك مش هيقدر يدفع المبلغ اللي هيطلبوه اذا كان مصطفى محمد ولا النادي الفرنسي. وبجد مفيش انتماء للعيبه، الانتماء بس للجمهور. ودلوقتي النادي الاهلي ونادي بيراميدز هم بس اللي يقدروا يدفعوا الملايين دي كلها، لكن نادي الزمالك يا حول الله اخره يدفع 20، اخره يدفع 15 مليون جنيه، ومش هنقدر ننافس ولا النادي الاهلي ولا نادي بيراميدز في الفلوس اللي بيدفعوها ال 120 مليون دولار وال 160 مليون دولار. وعلشان كده حابب اقول لكم حابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ladies and gentlemen.